بعد كده بقى هنشوف اللي جاي. هنشوف اللي جاي. يا ترى هتعملي ايه تاني يا ام ساجده بعد الحجاب؟ ناويه على ايه تاني؟ هتغيري ايه تاني؟ انت نسيتي حاجه مهمه، ما جبتيش فيلا. انت ما جبتيش فيلا، اكيد انت قال على حجاب عشان تجيبي فيلا، افخم فيلا، صح؟ هو كل يا جماعه كل واحده ما بتروح تلبس الحجاب كانت لابساه عشان ترند وتروح تعمل عمره؟ ها؟ وتروح تعمل عمره وتقول مش قال على الحجاب ده ابدا؟ لو ايه حصل ونتفاجئ ان الحجاب بيتشال عشان نطلع ترند. ربنا يهديك يا ام ساجده يا رب، ويثبتك على دينك وترجعي تلبسي الحجاب تاني، عشان انت بتبقى حلوه قوي جدا جدا في الحجاب. آه الله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تعالوا نشوف النهارده ترند، مش اي ترند. هو ترند ولا ترنج ولا هو ايه؟ الله اعلم. ما هم يهبلونا معاهم، حابه يطلعوا كده وحابه يطلعوا كده، مش عارفين في ايه. كل ما يلاقوا المشاهدات نزلت يقوموا يضربوا كلوب في السما كده عشان المشاهدات تعلى بزياده. كل المشاهدات ما تهبط شويه يقوموا يعملوا حاجه عشان سيرتهم تبقى ماليه السوشيال ميديا كلها. هي ايه؟ ايه ترند النهارده؟ ايه حكايتنا النهارده مع ام ساجده؟ بطل فيديونا النهارده، بطلة فيديونا النهارده ام ساجده مع الترند. هي ايه اللي عملته؟ ايه؟ قلعت الحجاب. الحجاب كان مضايقها، الحجاب ما خلاش تتشهر بزياده. قالت اعمل ايه بقى؟ قالت اعمل ايه؟ قولوا لي يا جماعه، ايه اللي كان يمشي معاها؟ اللي هي تقلع الحجاب عشان تعرف تعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر، والفلوس تنزل كده بالمطر عليها زي الاول. بس انت يا ام ساجده اما كنت لابسه الحجاب كنت جميله قوي. اتشهرت جدا جدا بالحجاب. من اما كنت قبل الحجاب اتشهرت، بس مش اكتر ما كنت لابسه الحجاب. الحجاب اصلا انت كنت لابساه عياقه فقط لا غير. ليه عياقه؟ عشان انت اصلا اما كنت بتقعدي تتكلمي وتبيني الذهب هنا كانت ريحتك كلها باينه كده. اما كنت بقى تطلعي عشان تعملي فيديوهات بقى عشان تبيني بقى الذهب اللي في ايديكي كان ريحتك كلها بتبقى باينه. يعني ده يعني الحجاب ما كانش عامل لك اي حاجه خالص. قمتي تعملي ايه بقى يا ام ساجده؟ ما بدهاش، خانقني، مش عارفه اشوف شغلي، مش عارفه اتشهر، مشاهداتي نزلت، يبقى لا لازم اطلع مشاهدات اعلى. اعمل ايه؟ اعمل ترند واقلع الحجاب واعمل لايف عشان كل يشوفني باللوك الجديد. هما اصلا عارفينك من قبل ما تقلعي الحجاب، عارفين اللوك اللي انت بتعمليه مشهوره بايه؟ ام ساجده فواتح. رجعت تاني ام ساجده اللي كنت بالحجاب قبل كده بقى، نفخت شفايفك، عملت مش عارف ايه، صغرت ايه. ده طبعا مش موضوعنا خالص، موضوعنا حاجه واحده بس. الحجاب كان مضايقك في ايه؟ ايه كان مخليك ما انتش عارفه تشوفي شغلك، ما انتش عارفه تشوفي اللي وراك من الحجاب، مضايقك صح؟ مساجده النهارده يا جماعه قلعت الحجاب وفاجأت الناس بحالة وعملت لايف وبتقول لهم انتوا هبطتوني، تعليقاتكم هبطتني، تعليقاتكم عملتني، تعليقاتكم مش انا بعد كده مش هفتح لايفات. طب انت فتحت لايف ليه؟ ليه؟ ما انت كل يوم بتفتح لايفات، وانت لما تفتحي اللايفات عارفه التعليقات هتجيلك ازاي. يعني انت متاكده من كل حاجه انت بتعمليها، من كل حاجه. بعد كده بقى يا ام ساجده ايه اللي هيحصل بعد ما قلعت الحجاب؟ ايه اللي هيحصل؟ ناويتي تعملي ايه تاني؟ اكيد هنعمل تكميم، واكيد هنحنحت، واكيد هنصغر حاجه ونكبر حاجه. واحنا خلاص الفلوس عمت عينينا. الفلوس بيقول لك ايه بقى؟ اللي معاه قرش يحيره، يجيب حمام ويطيره. معروفه. الفلوس بقت كتير قوي، كل انسان ما بيشبع يا جماعه. كل انسان ما بيلاقي الفلوس كتير كتير قوي محتار يعمل بها ايه. لا راح اعمل تكميم، لا راح اشد، لا انفخ شفايف، لا اعمل مش عارف ايه.
اما في الاول يا جماعه، الاول اما كان الانسان معهوش حاجه خالص، ولا يعرف يعمل اي حاجه، كان عايشها على القد، اللي جاي على قد اللي رايح. كنا راضيين وبنحمد ربنا. اما الفلوس بتجري في ايدينا، ما ما بنعرفش، بنتحول ويروحوا طالعين بقى زي دي دهب، هنا دهب وهنا دهب، اكنهم لقوا كنز وما صدقوا يوروا للناس هما كانوا ايه، هما كان قبل ايه وبقى بعد ايه. كل ده كل ده ما يخليكيش برضو تقلع عن الحجاب. بس انت ما كنتش عامله بيه اصلا، ورحت عملتي عمره، ولا انا مش عارفه. انت رحت عملت عمره وقلت يا رب ثبتني على ديني وثبتني على الحجاب ومش هقلعه ابدا. مش ده كلامك يا مساجده؟ يعني ده مش كلامك، ولا انا جبت كلام من عند دماغي؟ في ايه؟ كل ما القرش يجري في ايديكم تحتاروا تعملوا ايه. بعد كده بقى هنشوف اللي جاي، هنشوف اللي جاي. يا ترى هتعملي ايه تاني يا مساجده بعد الحجاب؟ ناويه على ايه تاني؟ هتغيري ايه تاني؟ انت نسيتي حاجه مهمه، ما جبتيش فيلا. انت ما جبتيش فيلا، اكيد انت قال على حجاب عشان تجيبي فيلا، افخم فيلا، صح؟ هو كل يا جماعه كل واحده ما بتروح تلبس الحجاب كانت لابساه عشان ترند وتروح تعمل عمره؟ ها؟ وتروح تعمل عمره وتقول مش هقلع على الحجاب ده ابدا؟ لو ايه حصل ونتفاجئ ان الحجاب بيتشال عشان نطلع ترند. ربنا يهديك يا مساجدة يا رب، ويثبتك على دينك، وترجعي تلبسي الحجاب تاني، عشان انت بتبقي حلوة قوي جدا جدا في الحجاب. آه الله اعلم بكرة في ايه. واتمنى من ربنا اللي ما تزعليش مني. انت كنت لابسه الحجاب وكل حاجة، بس ما كانش ده الحجاب برضو. ورحت عملت عمرة وقلت انا معدي، انا مش انا قبل كده ما لبستش الحجاب ولبسته وهتني لابسه الحجاب ومش هيتقلع ابدا. ورجعنا تاني لقيناكي بالوضع اللي احنا شفناه، اللي انت قلع الحجاب ومخنوقه من الكومنتات السلبيه اللي بتجينك عشان قلع الحجاب. والله المستعان، وربنا يهديك ويصلح حالك يا رب يا مساجده. وده كان فيديونا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.